محمد مرسي الرئيس المنتخب، ورغم انني انا شخصيا ما اديتوش صوتي، ورغم ان انا اعلم تماما كعامه الشعب مدى جسامه المهمه والشيله الثقيله اللي هو شايلها. بالبلدي كده هو شايل شيله ثقيله قوي، وقدامه عرايض كتيره قوي، وقدامه مطالب كتيره قوي، لكننا كرياضيين بنتكلم في اللي يخصنا احنا واللي بقالنا فتره كبيره جدا نفسنا فيه. احنا نفسنا ان الدستور بتاع مصر يكون له بند او فيه بند يكفل للمصريين ممارسه الرياضه كحق اصيل، واكيد بملاعب، بساحات، بادوات، بمدربين، بمدربات، بكل حاجه. الشائعات اللي طالعه الفتره اللي فاتت دي ان هتتلغي الرياضه النسائيه وهتتلغي لعبه السباحه وهتتلغي بدعوى ان الاسلام عايز كده. الاسلام دين يدعو للقوه، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، والمؤمن القوي خير واحب الى الله. وانا اتصور ان الدكتور محمد مرسي مش بالطريقه دي، ولن يجور على الرياضه لا النسائيه ولا الرجوليه. عايزين بند دستوري، عايزين قانون رياضه الحق. احنا ماشيين تبع قانون متخلف 76 لسنه 75، ده قانون متخلف لا يواكب الركب الحضاري الرياضي. عايزين وزاره رياضه بدل التشتت بتاع المجلس. ان انا سمعت النهارده خالد عبد العزيز اللي هو رئيس المجلس القومي للرياضه بيقول الشباب فلان بتاع الفيوم انا مش عارفه تبعي ولا تبع البنان. مصيبه سودة ان المرؤوسين ما يبقوا يعني مجهولين عند الرؤساء، والرؤساء ما غصبا عنهم. فعايزين الحاجات دي، وعايزين بقى يفعل الرياضه كهيئه كوحدات، في لجنه اولمبيه، في اتحادات رياضيه، في انديه، في مراكز. وهو لو عايز اجنده وعايز تقرير مفصل وعايز برنامج مخطط، يتصل بس بمحمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه، واللجنه الاولمبيه شغلتها وضع خطط مستقبليه ازاي تمشي الرياضه المصريه. صحيح. كما انت لم تدعمه وتعطيه صوتك، انا ايضا قطعت دوله الاعاده، بس انا وحضرتك وجميع الرياضيين هو رئيسنا دلوقتي ونحن ندعمه ولن نعارضه لفتره 100 يوم حتى يؤدي ما عليه وحتى يضع يعني رجله في النصاب الصحيح، وساعتها سنعارضه انا في مكان المعارض من اجل مصلحه مصر. والمشكله اللي حضرتك اتكلمت عليها الدستور، احنا كنا اول برنامج من فضل الله يعني أثرنا هذا الموضوع. البعض بدأ يتكلم بعد نجاح الدكتور محمد مرسي يعني، ودي مصلحة للكل، لكن يا رب ما تكونش ركوب للموجة فقط. انت عارف يا محمد، انا نفسي ما نقولش احنا معارضين ولا موافقين، احنا نقول مترقبين، احنا نقول متابعين، احنا نقول منتظرين، وإنا لمنتظرون. الحقيقة ممكن جدا دكتور محمد مرسي رغم اختلافي معاه ورغم اختلافي مع الهيئه اللي كانت وراه او الجمعيه اللي كانت او اللجنه اللي كانت وراه، انما ممكن جدا يستقطبني ويستقطب السواد الاعظم للشعب المصري بقراراته وبتوجهاته وباجراءاته. صحيح. البني ادم موقف، البني ادم سلوك، والسلوك هو اللي يحدد مواقف الاخرين تجاهه ونظرتهم ليه. صحيح.